ده الفيديو الثالث او الرابع اللي انا اعمله على السماعة اللي مش شايف زيها اي سماعة في الوقت الحالي في الفئة السعرية اللي في نفس سعرها، اللي هي السماعة الايتل تي 31. من حيث كل حاجة تتخيلها وكل حاجة تيجي في دماغك، سواء الصوت او الجودة او الاتصال او الدبة بتاعتها او الاستيريو او كمان عزل الضوضاء. السماعة حرفيا يعني بطارية بتاخد معاك اكتر من 28 ساعة لو انت هتشغلها متواصل ما تفصلهاش. انت متخيل؟ لكن لو هتشغلها في التمرين او في الجيم او اثناء شغل او هترد على التليفونات بس او بتسمع لك شوية مثلا قرآن او اي اناشيد او اي حاجة انت بتحبها في دماغك مدة ساعة او اتنين، السماعة حرفيا هتاخد اكتر من 15 يوم معاك ما بتفصلش. دي حاجة. البوكس اللي جواها بياخد معاك اكتر من شهر لو بتستخدمها الاستخدام المتقطع، ولكن لو انت بتستخدمها الاستخدام اللي هو 24 ساعة في ال 24 ساعة من اول ما تصحى لحد ما تنام لتاني يوم في الشغل بتاعك، السماعة البطارية بتاعتها مش هتفصل منك ابدا، لانك مجرد ما تحطها جوه البوكس هتشحن تلقائي. والبوكس بتاعها لو استخدامك اليوم متواصل كله من غير فصلان هياخد معاك اسبوع كامل، مش هتشحنه غير مرة واحدة كل اسبوع. كل سماعة فيها مايك لحالها، كل سماعة في الاتنين فيها مايك لحالها، ودي حاجة قوية جدا جدا في الاتصال والاستقبال بتاع المكالمة الطبيعية. السماعة الوحيدة في الفئة السعرية بتاعتها اللي وضوح المكالمة بتاعتها مع الطرف الثاني بيحس ان انت بتتكلم على موبايل مش من سماعة بلوتوث. رقم ثلاثة معانا ان هي فيها خاصية عزل الضوضاء، مجرد ما تحطها في ودنك بتحس ان الدوشة اللي حواليك دي كلها راحت في حتة تانية او يدوب بتسمعها. يعني لو حد نادى عليك كنت مشغل حاجة اصلا وحد بينادي عليك انت بصعوبة انك هتسمعه. ثانيا، قوة الصوت وجودته قوية جدا ما شاء الله، كأنك في دي جي، ولو في عندك اي حاجة شغالة نشيد او قرآن بتحس نفسك كده في وضع صدى صوت راقي جدا محترم جدا وزي الفل. نفتح كده العلبة مع بعض ونشوف التفاصيل بتاعتها من جوه، وبعد كده نقول لك على باقي التفاصيل والحاجة والمميزات بتاعتها. طبعا ده شكل السماعة من جوه، انا بستخدمها استخدام شخصي النهاردة بقالي اكتر من سنة. دي السماعة الكواليتي بتاع السماعة جوه العلبة، شكلها ما شاء الله تحفة زي ما انت شايف كده. التصميم بتاعها تحفة جدا ما شاء الله. وكمان في حاجة عندك هنا ميزة كويسة جدا جدا في السماعة دي على وجه خاص، انك عندك ضمان سنة كاملة في الشركة ضد عيوب الصناعة. يعني لو انت اشتريت السماعة وبعد شهر او اتنين بطارية باظت ولا فيها مشكلة ولا فصلت، معك سنة ضمان ترجع للشركة. لو العيب عيب تصنيع تتصلح على حساب الشركة، ولو عدى 30 يوم وباظت منك وحصل فيها مشكلة بتروح الشركة بيعمل لك ليها استبدال كامل. بعد 30 يوم لو فيها عيب مصنع بتتصلح على حساب الشركة، انت مالكش علاقة. السماعة اسمها ايتل تي 31. الجودة والخامة والتصميم والشكل والشياكة والصوت والسعر بتاعها مش بيعدي 1150 جنيه. لو جيت تقارنها بالسماعات العادية اللي هي ب 400 و 450 جنيه هتلاقي دي سعرها أرخص. طيب ليه سعرها أرخص وإزاي سعرها أرخص؟ لأن الجودة والتفاصيل اللي بتكلم عليها في السماعة دي هتريحك من سنتين لثلاث سنين لقدام لو أنت بتحافظ عليها، أفضل بكتير من السماعات العادية اللي أنت بتجيبها وكل شهر بتبوظ منك بطارية بتحاول تصلحها وبعد كده بترميها وتشتري سماعة جديدة. يعني انت لو اشتريت دي من البداية هتريحك تماما ومش هتتعبك ابدا وهتنسى انك تشتري سماعة تاني. السماعة دي حرفيا في الفئة السعرية بتاعتها افضل واحسن من اي سماعة هتدور عليها او هتحاول تشتريها. تحياتي ليك، بحبك في الله.